النهارده جاي اقول لك بكل اسف واقعة ياسين بتتكرر تاني. المره دي مع الطفله مريم اللي في رابعه ابتدائي اللي عمرها تقريبا 10 سنين. ايه الحكايه؟ تابع معايا. مريم عايشه مع اسرتها في قريه تابعه لشبين القناطر. امبارح طفلتين راحوا لها البيت عشان يلعبوا معاها زي كل يوم. بنت فعلا راحت تلعب مع البنتين ورجعت، بس رجعت لاهلها منهاره. طبعا البنت ما كانتش راضيه تتكلم، اهلها سالوها في ايه بس هي كانت منهاره وخايفه. ضغطوا عليها لغايه اما اتكلمت وقالت، وهنا كانت المصيبه. ابو الطفلتين دول شغال تابع لشركه مقاولات خاصه، والشركه دي راحت شبين تعمل شغل وهو غفير على الانشاءات الخاصه بالوحده. المشكله هنا اللي الظالم اغتصب البنت 10 ايام متتاليه، وكان بيهددها كل مره بالسلاح ان هو يقتلها او يقتل حد من اهلها، وهي كانت طبعا خايفه وما كانتش بتتكلم. المصيبه هنا ان ابوها عنده جلطه ادت للشلل وما بيقدرش يقوم من السرير. عم مريم لما اكتشف الموضوع خدها وطلع على طبيب خاص. والمصيبه هنا ان هم اكتشفوا ان البنت فقدت عذريتها، بنت عندها 10 سنين. بعدها على طول عمها بلغ المباحث وجاب تقارير من المستشفى. المستشفى هي شبين العام فعلا اكدت على كلام الدكتور الخاص. الحمد لله المباحث قدرت تقبض على الغفير قبل ما يهرب، ودلوقتي متحفظين عليه وبيحققوا معاه. والمشكله الاكبر ان نيابه شبين القناطر اكتشفت ان هو معاه فيديوهات كتير لنفس الواقعه مع ناس تانية. عندنا الثقه الكامله في الحكومه المصريه، واكيد حقها مش هيضيع زي ما حق ياسين رجع. ولازم كل واحد خارج عن القانون زي الناس دي ياخد جزاؤه ويتعاقب اكبر عقاب. انا عمر عيد، سلام.